رمضان كريم، ما ينفعش الدخله النهارده تبقى اولى. احنا في رمضان، شهر ليه هيبته، فلازم تبقى الدخله رمضان كريم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركه والهدوء النفسي والقطايف والكنافه وحاجات كتير حلوه. بس يعني رمضان بيجي بحس ان هو بدايه جديده، رمضان بيجي بزرار ريست. كل رمضان الواحد بيعقد النيه مش بس على الصيام، بيعقد النيه على حاجات كتير تانية. اللي غوشت شويه في الاول، خدتوش بالكم ان انا بقالي حبه غايبه؟ انا بقالي حبه غايبه لدرجه ان انتوا بطلتوا تسالوا عليا، مش عارفه ده معناه ايه. المهم، حتى لو نسيتوني ما يجراش حاجه حبيباتي، رجعت لكم. رمضان مش شهر روحاني بس، رمضان هو اقوى بيئه تغيير سلوكي في السنه كلها. والكلام ده مش وعظ، ده كلام علم النفس. خليني اشرح لكم اكتر ليه في رمضان بنقدر نصوم بال 15 ساعه وفي ناس بتصوم 20 ساعه. انتوا متخيلين في بلاد معينه في ناس بتصوم 20 ساعه؟ بنبعد عن حاجات بنعملها يوميا. اكتر حاجات الواحد ممكن يكون مدمنها الناس المدمنه قهوه وسجاير واكل، كل ما هو انواع الحاجات اللي احنا كبني ادمين بندمنها، النميمه، كل حاجه بنقدر ان احنا نبطلها حتى لو لمده 10 15 ساعه في اليوم، منهم 8 ساعات نايمين، فسيبكم من ده. بس ستيل الاوفرول 15 ساعه في الشهر ده. كلنا حتى اللي ما بيصليش بيحاول على قد ما يقدر ان هو يلتزم بالصلاه. كلنا بنحاول ان احنا نقرب من ربنا اكتر، مع اننا طول السنه بنقول ان شاء الله هنبدا بكره، الله برعايه ان شاء الله، حياتنا كلها برعايه ان شاء الله هبدا بكره. فاشمعنى الشهر ده بالذات ما بنقولش هنبدا بكره؟ انا فاهمه ان هو فرض وكل حاجه، مش قصدي، بس قصدي انه كل الحاجه اللي بتبقى في دماغنا بتقع، بتتهاوى، بتتلاشى كده قدامنا. في الفيديو ده هنتكلم علميا بقى، يعني هكلمكم علميا زي ما بنعمل على طول. هنتكلم عن ازاي نستغل شهر رمضان ان احنا نعمل ريسات لحياتنا. ريسات يعني الزرار اللي بيرجع الموضوع من الاول كأن شيئا لم يكن كده. ده زي ما تعملوا ريسات للموبايل فترجعوه كأن انتوا لسه جايبينه جديد. انه رمضان لما الواحد بيصوم بنية ان هو يتوب عن كل الحاجات وبنية ان هو يتقرب لربنا اكتر يعني ربنا مدينا رخصة جميلة، وهي ان احنا نفتح صفحة جديدة. فازاي نقدر نعمل ده في بقية حياتنا؟ ازاي نعمل ريسات لحياتنا نفسيا، عاداتنا، علاقتنا بنفسنا، وحتى شغلنا؟ مش عايزه اطول عليكم اكتر، يلا نخش في الفيديو على طول. طيب ليه رمضان يعتبر فرصه ذهبيه للتغيير؟ هقول لكم. في علم النفس مفهوم اسمه ذا فريش ستارت افكت، اتكلمت عنه باحثه اسمها كيتي ميلكمان من يونيفرسيتي اوف بنسلفانيا. مش مهم يعني، انا بس عايزه اوضح لكم ان انا عامله ريسيرش وكده. المهم، بتقول ايه ست كيتي؟ الفكره ببساطه ان الانسان بيبقى اكتر استعدادا للتغيير ببدايات رمزيه. يعني ايه؟ يعني اول سنه جديده، اول الشهر، اول الاسبوع، بعد عيد ميلادي، مش عيد ميلادي انا، عيد ميلادكم يعني ان جنرال، او بعد حدث ديني مهم مثلا. انا مش بكلمكم على حاله انفراديه، انا بكلمكم على احنا كبني ادمين عموما. طب ليه احنا عاملين كده بقى؟ مخنا بيحس ان احنا نسخه جديده بسلفانتنا كده، منفصله عن اخطاء الماضي. دعونا ننسى اخطاء الماضي ونصنع اخطاء اخرى. فمخنا بيبقى حاسس ان لا، هي دي صفحه جديده، انا اقدر ابدا انسى كل اللي فات وابدا صفحه جديده، ابدا على نظافه. بس ما اقدرش ابدا النهارده الاربع. مين بيبدا حياه جديده يوم الاربع؟ نبداها يوم الاحد، معروف، ساندي. فرمضان بقى بيعمل ده بشكل اقوى بكتير، وده الاسباب واضحه كمان، لان ده شهر ليه بدايه واضحه، نيه واضحه عند الناس كلها، طقوس مختلفه وبيئه مختلفه. بمعنى ايه بيئه مختلفه؟ بس عشان احنا لسه قاعدين في نفس البيت وبنروح ونيجي نفس الشغل وكده، مش ده اللي انا اقصده. اللي انا اقصد ان انت مش بتحاولي تغيري حياتك لوحدك، لا، هو البيئه كلها اللي حوالينا بتزقنا لنفس الحاجه. كلنا نفس البيئه، كلنا نفس النيه، كلنا البيئه بتزقك على نفس الحاجه. الصيام واعاده ضبط الدماغ. في دراسات كتيره جدا بتتكلم على تاثير الصيام في زياده التحكم في النفس، في تحسين الوضوح الذهني. ودي يمكن اكتر حاجه معروفه عن الصيام، ان الصيام بيخلي الواحد عنده وضوح ذهني، بغض النظر عن اللي دماغنا بتفهمه لنا ان احنا صايمين فاحنا مش قادرين يا جماعه. احنا الجسم بياخد وقت تو ادجست طبعا، ان هو بياخد مثلا يوم يومين، لحد مثلا اللي بيشربوا قهوه يدركوا انه مفيش قهوه الصبح بتاع كده. بس طبعا في حاجات ممكن تساعدنا على ده، بس انا قصدي انه فكره ان احنا نقعد 30 يوم منهارين الصبح علشان احنا صايمين، ده اي كلام. وانه الدراسات العلميه اثبتت انه الصبح مع الصيام بيبقى فيه وضوح ذهني جدا. ومن اكتر الحاجات برضو التانية هو ان احنا التحكم في النفس. طب ليه بقى الابحاث العلميه بتقول ان فيه وضوح ذهني، وان اللي ما بيحسش بكده ده بيوهم نفسه، وان ده اي كلام في الحماده؟ هقول لك. لان الصيام بيدرب جزء مهم جدا في المخ اللي هو البري فرونتال كورتكس، وده الجزء اللي مسؤول عن حاجات
مهمة جدا، الجزء المسؤول عن اتخاذ القرار، الجزء المسؤول عن ضبط النفس، اللي هو انا حتى لو انا جعانة او حتى لو انا عطشانة انا مش هروح اكل او اشرب لان انا صايمة، فانا عندي ده الجزء المسؤول ان انا اضبط النفس، ان انا مش هروح اكل بالرغم من احساسي او احتياجي للاكل او الشرب او كده. وثالث حاجة مقاومة الرغبات، يعني كل مرة بنقول لنفسنا فيها انا مش هشرب مية لاني صايمة، انت فعلا بتمارسي تمرين إرادة. فرمضان مش حرمان، رمضان الجيم بتاع الإرادة، رمضان الجيم بتاع الإرادة. وعشان كده رمضان أفضل وقت في السنة عشان نعمل فيه العادات دي، إن احنا نعمل ديتوكس من العادات السيئة، نعمل ريست لعلاقات سامة حوالينا، نعمل بدايات لعادات جديدة، لأن عضلة الإرادة شغالة. احنا عايزين نستغل فكرة إن عضلة الإرادة شغالة ونزق بقى معاها، نزق كده. طيب بس يومنا احنا بنبقى بادئين بداية كده زي حمية يوم الحد وأول السنة، وبنروح الجيم كل يوم وبناكل كويس وبتاع، وبعدين شوية بعد رمضان بيخلص العيد بيجي بناكل الكحك بقى السكر اللي فيه بيذهب عقلنا بقى، تحس ان احنا بقى اتجننا خالص. كل القرارات اللي احنا كنا واخدينها، كل العادات الجيده اللي احنا عملناها، كل ضبط النفس بيضيع مع اول بسكوتيه بتتسقف النسكافيه اول يوم العيد. ايه اللي بيحصل؟ ليه ما بنقدرش نكمل بعد رمضان؟ هنا بقى المشكله، هنا بقى صلب الموضوع، ان احنا بنتعامل مع رمضان كانه موسم ضغط. يعني انا هضغط على نفسي ال 30 يوم دول، هصلي كل الصلوات في المسجد، هعمل دايت كمان في رمضان، مش بس هبقى صايمه، هعمل رياضه، هطور ذاتي في رمضان، في 30 يوم دول انا هتطور هبقى. فنخلص الشهر بكل القرارات المصيريه التغييريه، المايند سيت بتاعه النمر الاسود، بنخلص الشهر منهكين، بنخلص الشهر مضروبين علقه موت من كل الاتجاهات. مني انا مش بقول ان حد حاطط عليا البريشر ده، انا حاطه البريشر ده على نفسي، وانتوا بتحطوا البريشر ده على نفسكم. فبنخلص الشهر منهكين تماما، ما عندناش اي طاقه نعمل اي حاجه، فبنفقد الاراده بقى تماما مع اول كوبايه قهوه او اول كوبايه نسكافيه معاها البسكوت او الكحك او بتاع، خلاص الموضوع انتهى، نسينا بقى النسخه دي خالص. مش قادره، انا مش عايز، انا مش قادر. فلما بنخلص الشهر منهكين، بنخلص الشهر مش متغيرين، احنا حاسين ان احنا تعبنا قوي من اللي حصل ده، فاحنا مش قادرين نكرر ده كتير، مش قادرين نكمل على ده كتير. يعني ايه يا كماحه مستقبلي ضاع كده ولا ايه يا كماحه؟ لا افنوفير يومنا ازهير. علم النفس السلوكي بيقول حاجه حلوه جدا، بيقول ان التغيير المستدام او التغيير اللي احنا نقدر نكمل عليه بيحصل عن طريق عادات صغيره. او النظريه دي اتكلم عليها باحثين كتيره جدا، ومن اجمل الكتب في الموضوع ده كتاب اسمه اتوميك هابتس، اللي بيتكلم ان احنا لو قدرنا نطور من نفسنا 1% في اليوم، فاحنا خلال السنه، انتم متخيلين كميه التطور اللي احنا هنتطوره؟ 1% بس. قرار واحد ان انا اقول لا لحاجه انا عايزه ابطلها النهارده، ده 1%. 2% لما بكره اقول لا برضه. فالحاجات الصغيره تايني هابتس، عادات صغننه جدا. الفكره بسيطه جدا، انه فكره ان احنا كبني ادمين دايما اتصدر لنا فكره الاراده. انت لو عندك اراده انت هتتغيري، انت لو عندك اراده انت مش عارف ايه. الفكره مش بس في الاراده، الفكره مش في اراده ضخمه ان انا اشيل الحاجه كلها وارميها بره واقول لا، لان دي عادات اتكونت على مر السنين. القنوات العصبيه في دماغنا اتعودت على حاجات معينه، فهياخد وقت عقبال ما نريروت ده، ما نغير ده. طب هنريروت ده ازاي او هنغير ده ازاي؟ عن طريق العادات البسيطه. الفكره مش في اراده فظيعه وتغيير جذري، الفكره في عادات بسيطه بنبدا ان احنا نبنيها ونعملها ونغير بيها حياتنا، خطوه صغيره كل يوم نفضل نكررها لدرجه ان هي تبقى عاده، فنبدل العاده دي بالعاده دي. رغيت كتير وانتوا خلقكم ضيق في رمضان، فخلينا نخش على الخطوات العمليه بتاعت ازاي نغير حياتنا بجد. رقم 1 ودي عجبتني جدا، وهي ان احنا نختار هويه وليس هدف. يعني ايه؟ يعني بدل ما نقول انا هصلي كل الصلوات في الجامع، انا هختم القران مرتين في رمضان، فبدل ما انا بحط لنفسي ديدلاين وتارجت معين في وقت معين، لا انا هقول انا شخص اقرب لربنا. فالشخص الاقرب لربنا ده بيعمل ايه؟ الشخص الاقرب لربنا ده بيقرا قران في رمضان بس، لا بيقرا قران في المطلق. الشخص الاقرب لربنا ده كل فرصه بتجيله بيروح يصلي صلاه مثلا في المسجد. اوكي، ده مجرد اكزامبل، ده مش معناه ان احنا اللي يقدر ان هو يروح يصلي صلوات في المسجد او ما يعملش كده. انا بتكلم في ان احنا نختار هويه وليس تارجت او هدف. يعني مثلا بدل ما اقول انا هخس 5 كيلو في رمضان، هويتي هتبقى انا شخص بيهتم بجسمه، بيهتم بكل حاجه داخله جسمه. فبالتالي الشخص اللي بيهتم بجسمه ده بياخد باله هو بياكل ايه وبياكل قد ايه وبياكل ايه امتى والكالوريز بتاعته والحاجه دي صحيه ولا لا. كل بقى الحاجات دي اكتر من ان انا هخس ال5 كيلو في رمضان وهتخن ال10 كيلو في العيد. بالكم زي ما كنت بكلمكم على كتاب اتوميك هابتس بتاع جيمس كلير، هو اتكلم على الفكره دي هو اتكلم عن الموضوع ده بشكل فيه استفاضه كتير جدا، ان الهويه اقوى من الهدف. لما بنغير تعريفنا لنفسنا
سلوكنا اوتوماتيكلي بيتغير، لان سلوكنا بيتبع الهويه بتاعتنا. فبالتالي لو انا شخص بقول ان انا شخص مش مهتمه بنفسي ومش مهتمه بجسمي ومش بحب اي حاجه، او اوتوماتيكلي هبقى بعمل كل العادات السيئه اللي تضر جسمي، لان سلوكي هيتبع هويتي. فكره بالرغم من بساطتها الا انها فكره حلوه جدا. رقم 2، اربطي عاده بطقوس. بمعنى رمضان شهر مليان طقوس جديد، رمضان شهر مليء بالطقوس. قبل الفطار، بعد التراويح، وقت السحور، عندنا تايمينجز معينه كده في رمضان. اربطي عاده صغيره بواحده من الطقوس دي. مثلا اقري مثلا صفحه قران كل يوم بعد التراويح، صفحه واحده، تقريش جزء، اقري صفحه. المخ بيحب الربط حاجه بحاجه تانية. النيوروباثس بتاعه دماغنا انه بيربط حاجه بحاجه تانية، عادات صغننه بنفضل نبنيها، وبيقلل مقاومه البدايه اللي هو لا احنا هنتغير، لا انا مش هتغير، انا همسك في العادات القديمه، لا استنى بس انا مش هعمل عاده جديده ولا هلغي حاجه قديمه ولا خالص خالص، لا لا، ده انا مجرد بس بعد ما هصلي العشاء هقرا صفحه، مش اكتر من كده. يوم ورا يوم حبيبي، قصدي يوم ورا يوم هنلاقي نفسنا فجاه بقينا يعني خلاص دي بقت عاده عندنا. زي ما بنعمل ريسات ديني لنفسنا، نعمل ريسات نفسي لنفسنا. رمضان فرصه ان احنا نسال نفسنا اسئله كتيره جدا. رمضان في شهر زي ما قلنا ان هو فيه وضوح ذهني، دي فرصه ممتازه ان احنا نسال نفسنا اسئله مهمه جدا، زي انا ليه دايما بجلد ذاتي؟ شوف انا دخلت في الموضوع على طول، يعني خدت الطلقه هنا ما لحقتيش تقاومي. ليه دايما بجلد ذاتي؟ ليه دايما مش بحس ان انا كفايه؟ ليه بخاف من كل حاجه حواليا والخوف موقف لي حياتي؟ او ايه الحاجات اللي انا بخاف منها موقفه لي حياتي؟ بدل ما هقول انا مقصره، اقول انا بتعلم. لازم نرحم نفسنا شويه من جلد الذات وتقييم نفسنا وكل بقى الحاجات دي. خلينا نبدا ان احنا كمان نتفكر في حاجات ليها علاقه بينا، فمش عايزين نجلد نفسنا. رقم 4، اختاري عاده واحده بس تغيري بيها حياتك. بمعنى ابدأي بعاده واحده بس، مش 10. مش انا هعمل دايت وهنزل اتمشى كل يوم ساعه ونص وهعمل اكل صحي، كل بقى الحاجات دي اتس اوفرويلمنج. هتحسي ان انت في الاخر اللي هو يا نهار اسود انا مش قادره اعمل اي حاجه. نبدا بعاده واحده، زي مثلا ان انا هنام الساعه 12 كل يوم، او هنام قبل الساعه 12 كل يوم، امشي 20 دقيقه بعد التراويح، ودايما نربطه او بعد العشاء اربطه دايما زي ما قلنا، هنربط عاده بعاده تانية. هكتب 5 دقائق في اليوم الجورنالينج. هقلل سوشيال ميديا قبل ما انام. علميا التكوين العاده بياخد 21 يوم، فلو سيبتنا على عاده 30 يوم اوتوماتيكلي دي بقت حاجه ثابته معانا، او اسهل لنا كتير انها تبقى ثابته معانا. انا كده اديت لكم العلم اللي تنتفعوا بيه، انتفع بيه اولكم لان انا محتاجه ده. واول حاجه يعني اول عاده محتاجه ان انا اثبت عليها هو ان انا اعمل فيديو كل اسبوع، معروفه يعني. انا مش عارفه اقول لكم ايه، مش عارفه اقول لكم ايه والله. لا. احنا عمرنا ما هنطلع من رمضان ملائكه، احنا مش ملائكه، احنا بني ادمين، احنا بشر. بس ممكن نطلع من رمضان اصدق، اهدى، ارحم بنفسنا، اكتر وعيا، عندنا عادات ثابته. لو عملنا اي حاجه من الحاجات دي فاكيد احنا كسبنا في رمضان. مش لازم تبقي نسخه مثاليه، بس ممكن تبقي نسخه اقرب لقلبك. اخيرا وليس اخرا، اخيرا وليس اخرا، لو عايزه رمضان ده يبقى مختلف تستنيش الحماس بتاع الاول، بتاع البدايات. حلوه البدايات عارفين، لا زي ما قلنا هنختار هويه، خطوه صغيره وهنفضل نكررها. افتكروا ان التغيير مش قرار كبير نقلب بيه الدنيا ونشقلب بيه حياتنا، التغيير سلوك صغير بيفضل يتكرر، ده التغيير اللي هيفضل معانا. التغيير اللي هو بيبقى كبير قوي في الاول ده بيكملش معانا. افتكروا ان رمضان دايما بيجي بدايه خير وبدايه بركه، ان رمضان السنه دي غير، رمضان داخل قريب لبدايه السنه، دي حاجتين في حاجه واحده. خلينا نستغل رمضان ده صح، خلينا نستمتع بيه وبكل لحظه فيه، نستغل البركه اللي في الشهر ده. لو حسيتوا بالكلام اللي انا قلته ومتحمسين ان احنا نبدا مع بعض خطوات صغيره عشان نغير نفسنا، اكتبوا لي في الكومنتس ايه انتنشن او ايه النيه بتاعتكم للتغيير، ايه الحاجه اللي احنا محتاجين نبدا بيها في رمضان 2026. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وحشتوني جدا. يا رب يكون أول أسبوع في رمضان كان خفيف عليكم، يبقى شهر مليء بالبركات والنعم. واستنوني إن شاء الله إن شاء الله الأسبوع اللي جاي مع فيديو جديد. لو عايزيني أتكلم على مواضيع معينة اكتبوا لي في الكومنتس أو على البلاتفورمز التانية اللي عندي، أنا دايما برد على كل الناس اللي بيبعتوا لي. استناكم واشوفكم الأسبوع الجاي.